كان صلى الله عليه وسلم يتطيب لعائشة، حيث كانت له سكة يتطيب منها لنسائه وللناس وللوفود إذا تلقاهم. كان صلى الله عليه وسلم يتطيب بأطيب الطيب وهو المسك لتشم زوجه منه أطيب رائحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرح ويرجل شعره الشريف الطيب المبارك ليرى منه أجمل صورة. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سئل جابر عن شيب النبي فقال رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم به شيب وكان ذلك الشيب قليل في رأسه، فإذا دهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى منه هذا الشيب، وإذا لم يدهن رؤي منه هذا الشيب، أي أنه كان يدهن شعره ويرجله ليرى بأجمل صورة وأكمل هيئة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء. كان صلى الله عليه وسلم يفوح طيبا وعطرا وعبقا وشذا. فعن ذلك تقول عائشة: وكأني أنظر إلى وميص الطيب من مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنه: كنت أطيب النبي فيطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن نقتدي برسول الله ونتطيب ونتعطر ونترجل لنظهر بأبهى صورة. وفي قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم، حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه